السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وصفة تاع نهار اليوم راح تكون حلوة هايلة بنينة، حلوة الشهدة، شكلها يجي كيما الشهدة تاع النحل. عندنا هذا البلاستيك اللي يجي مفقع عليه يتباع تلقاو عند الحوانت. نخليوه هكاك مفقع منبل هكاك تسمى ما نديروش هذوك الفقاعات ما نفسدوهمش. نحطوه في بلاطو ندهنوه بالزيت مليح، ندهنوه مليح بالزيت ونوجدو المكونات في كاسرونة. عندنا نصف كاس كاكاو بني، 50 غرام بالميزان، 50 غرام. ها وين واصل نصف كاس. نضيفولو نصف كاس قهوة تاع بريس نورمال، طلعوها في البريس، ما نديرولهاش سكر مرة بيسك راح نديرو السكر منهيه. نضيفو السكر عندنا 170 غرام، 370 غرام بالميزان. بالكاس عندنا كاس والكاس الثاني ما ها وين واصل عند هذاك الرسمة هذيك بالميزان 370 غرام. نضيفو نخلطو كلش مع بعض بالفوي ونحطوه فوق النار، ونستمروا في الخلط حتى يذوب السكر. نحسوه باللي ذاب معانا فوق النار. كي يذوب السكر نضيفولو نصف كاس لوز محمص ومرحي، هاهو نصف كاس، ميزان 50 غرام، و125 غرام مارغرين. هنا انا حطيته فوق النار نقعد نخلط هكا حتى يذوب السكر معايا. نخلطو من بالفوي نستمروا هكا في الخلط، ما نحيوش يدينا. هنا بعد ما ذاب لي السكر راح نضيف اللوز اللي هو 50 غرام نصف كاس و125 غرام مارغرين، ونكملو ونخلطو. حلوة بنينة هايلة، طعمة القهوة فيها، طعمة الشوكولا، ما تطيبش طيب غير فوق النار، لا بيض لا فارين لا، وسهلة ما تديش الوقت. هنا نخلطو حتى يذوب لنا هذيك الزبدة وتبدا تغلي معانا، تشكل لنا فقاعات، تبدا تبكبك هيك واحد الزيت فقاعات كبار كيما راكم تلاحظوا تغلي. نطفي عليها النار ونحيها من فوق النار ونضيف لها حليب بودرة. لحظة كنت حمصتها من قبل وصيرناها، لازم تصيريها من تحمصيها مليح وتصيريها تاخذ لون ذهبي. نصيروها بيسكين نحمصوها راح تشكل لنا كويرات واحد زي هكا، لازم نحيوهم. هنا هاي بدات تغلي كيما راكم تشوفوا، راح نطفي عليها النار نحيها فوق النار ونضيف لها قلت لكم حليب بودره كنت حمصتها من قبل، هاي لي حمصتها وصيرتها بالميزان 250 غرام. بالكيسان عندنا زوج كيسان كيما راكم تلاحظوا، والكاس الثالث راهو ماشي معمر مليح، راكم شوفوا وين واصل. نضيفو بالكاس ونخلطوه حتى يندمجوها وين واصل الكاس الثالث، زوج كيسان معمرين والكاس الثالث وين واصل. وبالميزان عندنا 250 غرام. نضيفو الكاس الاول ونخلطوه حتى يندمجوا المكونات، تدخل لحظة مليح في المكونات السابقة. نضيفو الكاس الثاني ومن بعد كيف نخلطوه ونكملو الباقي. خلطوه مليح حتى يدخل المكونات مع بعض، ونضيفو واش بقالنا من حليب بودرة. كملوا ندخلوا هذا كي نساجموا المكونات كامل كيما راكم تشوفوا مع بعض. راح نفرغوهم فوق هذاك البلاستيك المفقع اللي كنا دهناه بالزيت، دهنوه مليح باه ما يلصقش معانا الخليط فيه من بعد كي نحيوه. وراح نسويوه مليح، نسويوه هذا الخليط كيما راكم تشوفوها هكذا، نخليوه يبرد على برا خاطر سخون هذا وين حيناه من النار، ومن بعد ندخلوه الثلاجة.
يبرد مليح. هو نورمالمون نص نهار 12 على الأقل 12 ساعة باه يحكم روحو مليح. أنا هنا راني مخليتوش طول. كي تقص راح تلقاوه شوية يتفتت معاكم، نتوما خليوه يطول مليح 12 ساعة على الأقل. ديروه الصباح وقصوها في الليل، ولا ديروها في الليل وخليها تبات في الفريجيدار غدوة الصباح وقطعوها. أنا نورمال صلحت لي بصح نورمالمون نخليها تزيد تطول مليح. هنا بعد ما بردت مليح نحيت لها نقلبوها في صحن ونحيو لها هذاك البلاستيك. شوفوا كيفاه توقعت معانا. دارت لنا شكل الشهدة، هذوك الفقاعات داروا لنا شكل الشهدة. راح نقطعها. تحبوا تقطعوها كاريات ولا مقروطات ولا كيما حبيتوا. انا قطعت شويه مقروطات شويه كاريات. نحيو هذو الزوائد، جناب هذو الزوائد باش تقطع تخرج لنا مليحه. ها هنا تقسمت لي بوسك ما خليتهاش برد بزاف، حطيتها واحد ساعه برك وقصيتها باه نصور لكم. نتوما خليوها تطول بصح البنه روعه. وما جاتش حلوه ما جاتش مرات، تسمى المقادير جات مضبوطه. هنا راني قطعتها، اخرين درتهم اشكال مقروطات كيما هكا، واخرين درتهم كاريات مثلثات كيما حبيتو. راح نزينها، ندير لها تزيين بسيط بالملمع الذهبي. درت له شويه زيت، ملمع ذهبي درت له شويه زيت، وبالبانسو راح نعاود على الخطوط هذوك تاع اللي بين الفقاعات. ها هنا ملون ذهبي ملمع، راح نعاود لها كيما راكم تشوفوا هكا الخطوط هذوك نعاودهم كامل باه يجينا شكل الشهدة واضح. يشبه للبنيون مي هذا يطيب فوق النار. بنيون حاجة ما طيب فيه، هذا يطيب فوق النار. انا بعد ما كملت تزيين هاي جات الشهدة واضحة. درت لها وردة تزيين بسيط في الجنب. درتهم في الكيسات ونحطهم تقدميهم. طعم هايل، شكل ثاني مليح، شكل جديد هايل. انا بعد ما كملت التزيين تاعهم سيرتو كيما اللي محبي الشوكولا، ذوق الشوكولا والقهوة راح تعجبهم بزاف. جا غالب عليها ذوق القهوة والشوكولا. مع شوية لوز وحليب بودرة محمص، باينة مكوناتها راح تجي بنينة. اتمنى تعجبكم هذا الوصفة وجربوها، سهلة وخفيفة ما تديش الوقت وبنينة هايلة. اتمنى تجربوها وتردوا لي بالخبر الى عجبتكم ولا لا. الى وصفة جديدة